هسه بنات راح ارجع على الفصل الاول. هم اكو شيء لاحظته بهواي طلابي وخصوصا بهذا السؤال، خصوصا بهذا السؤال مهم. هذا جاوب وزاري مرتين 21 دور اول وصور 2017 لما جيت. حلو؟ يلا. بنات اكو شغله حاولي تذكرين بها عم ما تغطين بالوزاري. يلا. راح ابدا بالحل وانبهكم ان شاء الله عليها. ولو تعبناكم اليوم. بس بنات اتمنى يعني من هاي اللحظه يعني من طلعوا من هنا يكون واعي تعطيني ابد ما تضيعون وقت هاي الفتره، لان فتره مهمه جدا وتغير حالكم يعني ان شاء الله احسن حال. حلو؟ يعني اذا قرينا صح راجعنا بذكاء والله تاخذون 100 ان شاء الله. يعني اتمنى هاي الزياره كنت تنعاد السنه الجايه، تجوا نفسكم. حلو؟ هاي اللي ماخذه 100 بالرياضيات، هاي عم 99 دول نحترمهم. يلا. اذا 50 نعمه. شو نسوي؟ يلا بنات وياي. عندي سؤال وزاري على اكس وواي، هذا ما عندنا بالكتاب بس سهل. هذا سهل. يلا. بنات الفصل الاول بكمله من بدايته الى نهايته. نتخلص من ضرب الاعداد صح؟ مين نتخلص؟ هذول بالله وزعهم. والخطا بنات ممنوع. ونتخلص من اي بالمقام، اكو غيرهن؟ لا، نتخلص من ضرب الاعداد ونتخلص من الاي بالمقام. زين. راح اوزعهم بنات. تركيز عالي وياي. اكس في اكس بنات. عافيه يلا ريت تفاعل. اكس في سالب اي. لطيف. 2 اي في اكس. 2 اكس اي كل زين. 2 اي في سالب اي. سالب 2 اي. شو يصير؟ حلوين. اذا غيروا عادي غير، خلي يجيب غير اقواس عادي بالنسبه لي، مو عسى ما يخلي بين جذور، عسى ما يخلي بين كسور. انا اهم شيء مضبط اشاراتي. راح امسح الاي تربيع يصير موجب 2. زين. بنات هذا الكسر هذا تشوفون ان شاء الله راح اقراه 121 زائد 9 واي تربيع على 11 زائد 3 واي اي. كم طريقه عندي؟ طريقتين. لو الفوق اسوي مربعين صح؟ شو اسوي الفوق؟ مربعين. او نضرب بمرافق المقام. نضرب لا ما يصير بس باعوا العين. يلا بعد زين اخذنا هذا السؤال. بس هدوء وتركيز بنات الله يخليكم. يلا عين. انا متاكد الاغلبيه بيوم امتحان مخبوصين فراح يروحون الى الضرب بمرافق المقام. حكي عدل؟ زين سؤال بنات. اذا عندي اي بالمقام، اذا عندي اي وين؟ بالمقام، واريد اتخلص من عده، هل الضرب بمرافق المقام دائما يخلص من عده؟ اي لا يخلص من دائما. ويلا لا دائما يخلص من عده. هاي خليها ببالك عيني. اكرر بنات، اي اي وين؟ اذا اضرب بمرافق المقام راح تروح. هاي خلوها ببالكم. حلوين؟ يلا. هسه بنات اني راح طبعا هو المربع اسهل بس انا راح اضرب بمرافق المقام. يلا اعطيكم ملاحظه حلوه راح تفيدكم كلش هوايه. يلا. بنات مرافق المقام 11 ناقص 3 واي اي. فوق شو اخلي؟ 11. حلو. هسه بنات من خلال الخبره والتصحيح هوايه دائما صح للطلاب. شو يسوون الطلاب فوق؟ يوزعون. شو يسوون فوق الطلاب؟ بالمناسبه وحل مو غلط بس ودى السؤال الطريق صعب جدا. فبنات تذكريني بالوزاره رحمه والديكم ذكروني. اي مكان اضرب بمرافق المقام، اي مكان اضرب بمرافق المقام اروح بنات على المترافقان. وين اروح؟ الفوق عوفي. ايش الفوق دائما؟ اتفقنا عيني؟ يلا. بنات شلون اضرب عددان مترافقان؟ مربع الاول زائد مربع الثاني بدون اي. هو مربع الاول زائد مربع الثاني بدون اي. من هسه الاي مساحتها. حكي عدل؟ يلا ايش قد تربيع 11؟ 121. ايش قد تربيع 3 واي؟ حلو. هسه عيني اكرر. بالوزاري هواي طلاب يمرون بهاي الاخطاء البسيطه حرامات. خاصه اذا سؤال جديد. لا انا سؤال جديد قديم بس اشوف اي بالمقام. شو اسوي بنات؟ اضرب بمرافق المقام. وش اتفقنا؟ نعوف الفوق. وين جيت؟ على الجو نروح على المقام. زين. هسه بنات سؤالي لكم. الفوق اوزع لو بقي نفسه؟ ليش ابقي نفسه؟ لان راح اختصره بدون دوخه. دخلت لو لا؟ اذا دائما نبدي بنات بضرب المترافقان. الفوق اصبر عليه صح؟ اشوف هذا الجو اذا طلع اكو شيء فوق يشبهه لا اوزع ولا ادوخ نفسي، انزلهم واختصرهم. واضح عيني؟ اذا اليوم ملاحظه قويتها لكم. دائما من اضرب بمرافق المقام يروح الاي مهما يكون شكل السؤال. يلا. 121 زائد 9 واي تربيع في 11 ناقص 3 واي اي. ايش فيهم بين ذولا؟ هسه ارتب المعادله عمود احلها حقيقي ويا حقيقي. يلا. بنات الاكس تربيع اكو حي شبهه؟ ينزل كما هو اكس تربيع. زين. اكس اي و2 اكس اي ايش فيهم بنات؟ ينجمعون صح؟ فشوفي لازم ما نخبص واستعجل. يلا بنات 2 اكس اي ناقص اكس اي بس اكس اي صح؟ او واحد. يلا زائد 2 يساوي 11 ناقص 3 واي اي. هسه بنات عافيه حقيقي ويا حقيقي؟ اكو غير شيء؟ لا. بعد الفصل الاول مشاكل. فصل وش بيه؟ المشاكل مربع حدانيه، اي بالمقام، مو ضرب اقواس، من نتخلص من عندهن تلقائي حقيقي ويا حقيقي.
تخيلوا تخيلوا. يلا بنات، منو حقيقه بنات؟ اكس تربيع زائد 2 شو يساوي؟ سؤال، الحقيقه الثاني معادله، تنحل ولا ما تنحل؟ عافيه ايش تنحل؟ مجهول واحد. يلا عيني. 11 ناقص 2 اكس تربيع يساوي 9 اكس يساوي موجب سالب 3. حلو، اذا الحقيقه انطاني قيم اكس وحصلنا قيمتين الاكس، من هسه ما دام الاكس قيمتين شنو معناها؟ معناها الواي قيمتين. زين بنات، منو تخيلي؟ الاكس مو؟ من تخيلي؟ الاكس شو يساوي بنات؟ حلوين، سالب 3 واي. مره اعوض اكس 3 ومره صعب؟ لا، راح اكمل فوق عم تشوفون عيني. يلا بنات وياي، انا عندي اكس اول شيء 3 وعندي اكس ايش قد بنات؟ سالب 3. راح اكتب له 3 يساوي سالب 3 واي. بنات شوفوا الناتج كل زين. اذا عندما اكس 3 اول واي طلعت ايش قد؟ سالب 1. زين هسه اقول له سالب 3 يساوي سالب 3 واي، واي يساوي 1. كل زين بنات، واي يساوي 1. زين يلا بنات وياي، بعد على السبوره. بعد بالتمهيدي اجى سؤال على التقريب اللي هو جذر 17 زائد الجذر الرابع ل 17. هذا السؤال كله سهل. البي 17 والاي 16 واطلع الاتش، تعرفوا التقريب سهل مو صعب. زين الفرع الثاني بنات اجى على مبرهنه القيمه المتوسطه. اجى على من؟ مبرهنه القيمه المتوسطه. يعني بنات اسمعوا لي، هذا الموضوع مال مبرهنه القيمه المتوسطه بس مجرد تحفظ القانون انتم بعدها قارئ صح؟ يلا بنات والله بصوت عالي، شنو قانون مبرهنه القيمه المتوسطه؟ اي اول شيء بايش بدي؟ اف فتحه للسي يساوي اف للبي ناقص اف للاي على بي ناقص اي. عندي بها كم شرط؟ 2 ودائما متحققه صح؟ الاول الاستمراريه بالفتره المغلقه، وثانيا قابليه الاشتقاق بالفتره المفتوحه. حلو. بالدور الاول بنات ان شاء الله ممكن يجينا سؤال على مبرهنه رول، ممكن يجينا سؤال على من؟ على رول. رول بنات عندنا بها دوال كثيره الحدود صح؟ الدوال كثيره الحدود هاي سهله بتجيب، ورول حتى خطوات حل سهله، اشتق وصفر مو؟ اشتق وعوض سي وصفر. قاعد تذكرون لو ناسين؟ اكيد؟ ها؟ لا هسه مثلا بالتمهيد ما جاي هي اصلا، واحنا قلنا دا يجيبون شغلات هي مو من الثوابت اصلا بس من الكتاب، فاحنا لازم نراجع كل الماده افضل عين. بنات بالنسبه للفصل الاول اهم موضوع الاوميجا هم مهم جدا. هم اكو طلاب يقولون موضوع الاوميجا صعب، بينما هو وكلام الله اسهل موضوع الاوميجا. اسهل موضوع هو الاوميجا. ليش؟ لان ما دام قوانين ثابته فاي تغيير بالسؤال بنات ما راح يهمني، اي تغيير بالسؤال ما راح يهمني. زين بنات بس شويه هدوء عيني ويا عصبوره. بنات بالنسبه للفصل الثاني، الفصل الثاني يعني هذا الوحيد اللي لازم انا اضمن عليه 20 درجه كامله صح ولا لا؟ على اعتبار هو كبدايه هو اقل فصل بمواضيع مكافئ وناقص وزائد. زين كل واحد بنات من ذني ب3 انواع من الاسئله، تعريف وانسحاب والاسئله العاديه اللي هي اما ثوابت او من معادله. هم الطلاب دائما تهمل التعريف وتهمل الانسحاب. بنات بالنسبه للانسحاب اليوم انا وياكم نقضي عليه، مو احسن؟ يعني الانسحاب اليوم انا وياكم راح نقضي عليه. بكت اللحق ناخذ واحد مكافئ وواحد ناقص وواحد زائد، حلو؟ على مود اذا اجى انا مستعد ما اجى بعد احسن. ويا لو لا؟ بنات بالنسبه للتعريف الطالبه الذكيه ما تعرف التعريف، راح اقول ليش؟ المكافئ سهل صح؟ المكافئ ام اف شو يساوي؟ ام كيو. ام اف شو يساوي؟ يعني المسافه بين ام اف تساوي المسافه قانون المسافه العادي مو؟ الناقص والزائد تعريف نضوج بس به ميزه حلوه، بس تفتهمين الناقص الزائد بس اشاره عكسي ها هي. فانا على الاقل اقرا لي سؤالين تعريف عن المكافئ، واحد على اكس وواحد على من؟ كافيات، واحاول على قطع عن الناقص، بس اقرا تعريف الناقص، اداه الزائد نفس الحل. زين بنات راح ناخذ سؤال طبعا تعرفوه بس اريد اسالكم كم ملاحظه على القطوع. على مود وراها انا وياكم اليوم اريد فيها فايده جيتكم ان شاء الله. ولو تعبتوا عيني خطيه طبعا بالكم اني لان صاركم وايد قاعدين. انتم تاخذون استراحه الان ولا تاخذون استراحه؟ بدون استراحه؟ يلا ان شاء الله بعدين الله يعوضكم. ان شاء الله بعدين تستراحوا مو هسه ورا الوزاري. يلا عيني. بنات عندنا كل شو هاي اسئله تربط المكافئ والناقص والزائد. زين هسه المكافئ ما راح نسولف فيه حاليا، خلينا نسولف بالناقص وبالزائد. يلا بنات كلمه يمس او يمر او يتقاطع، يمس يمر يتقاطع، تعرفون لازم واحده من هاي الكلمات تجيب سؤال صح؟ يعني لازم فرع من الفروع يلوحني هاي الكلمات يمر يمس يتقاطع. يلا بنات شو نحصل بالقطع الناقص من هاي الكلمات؟ لو اي. يلا بنات يتفاعل اكثر عمود ما تعبون. يلا بنات قطع ناقص يمر يمس يتقاطع شو نحصل؟ لو اي صح. زين شو وقت اي؟ اذا كانت النقطه نفس موقع البؤره، يعني لو اثنينهم على اكس نقول على هذا اي مو؟ زين بنات ليش بالله يا زلمه ليش نقول عليه اي؟ لان هو بالرسم صح؟
بالرسم البؤره والراس على نفس المحور، البؤره والراس يعني السي والاي على محور واحد سواء ناقص او زائد. يلا عيني بنات، ادي الكل يجاوب عيني. قطع ناقص يمر يمس يتقاطع، عشان نحصل عافيه لو اي، هذا بالمناسبه يعتبر صعب عندكم ناقص، اذا سهل زين. شو وقت اي بنات؟ اذا نفس محور البؤره. حلوين. زين شو وقت بي؟ يعني النقطه على اكس والبؤره اقول عليها بي مو؟ زين. نحول بنات على القطع الزائد، ننتقل للقطع الزائد. يلا قطع زائد يمر يمس يتقاطع، شو حصل؟ بس اي. اعيد بنات عيني، بديت شويه تعبون، همه شويه عيني. قطع زائد يمر يمس يتقاطع، شو حصل؟ حلو. اذا بصراحه اذا جاني سؤال على الزائد فمساعده لي، لان اي وحده من هاي الكلمات فمعناها شو حصل؟ اي. هسه بنات اكو ملاحظه يشتركون بها كل القطوع، اللي هي قطع يمر بنقطه كامله. قطع يمر بنقطه، شو حصل بنات؟ كل زين اعوض النقطه بالمعادله القياسيه سواء مكافئ او ناقص او زائد. يلا خلينا نشوف هذا السؤال. يقول لي جد معادله القطع الزائد. سؤال سهل ولا صعب؟ ليه سهل؟ مو زائد، مو الزائد بهاي النوعيه اسهل من الناقص لما يدوخ. يلا بنات، جد معادله القطع الزائد الذي مركزه في نقطه الاصل وبؤرتاه تنطبقان على بؤرتي القطع الناقص. شو حصل؟ عارف يعني نفس البؤره مو؟ يعني الناقص والزائد. حلو. اذا كلمه تنطبقان او هما معناها نفس البؤره. يلا خلي بنات نفتح خانه المن للقطع الناقص. طبعا تدرون بيها مرتب على جد الله يرحمه فالمسطره وياي. بس يقول احنا بيها حاله جايب مسطره جاينا ناس منتهين. يلا بنات، خانه للقطع المكافئ مو صح؟ هيك رتبها احسن عمودي، وخانه المن للقطع الناقص، ودائما المطلوب وين اخليه بالاخير على مود اخذ معلومات من المكافئ ومين اخليها هنا واحل السؤال. يلا بنات، قطع زائد قطع زائد. خلي شويه نراجع بنات بلا زحمه عليكم. بنات بصوت واحد عالي مرتب. يلا عين، ردوا لي المعادله مال زائد على محور اكس. اكس تربيع على اي تربيع. ناقص لو زائد؟ ناقص. المعادله عكس الاسم صح؟ ايش بين المعادله؟ يلا بنات ايه؟ كل زين عيني. هاي محور، هاي محور اكس. زين بنات على محور واي. ابطال، واي تربيع على اي تربيع ناقص اكس تربيع. يعني بنات بالزائد الاي وبي ثابتين صح؟ انا اشوف زائد قبل اثبتهم، هذا موقع اي تربيع وهذا موقع بي تربيع، مو؟ اللي يفترون من امه. حلو. اذا المعادله على اكس تبدا باكس، اذا المعادله على واي تبدا بواي. كل زين بنات. نرجع لسؤالنا. هاي على محور واي. يلا بنات، يقول وبؤرتاه تنطبقان على بؤرتين منو؟ يلا اروح على القطع الناقص صح؟ اكس عين. هسه اسمحي لي. اكس تربيع على 16 واي تربيع سويت بنات؟ ما غلط صح؟ بعد بالناقص يقدر يغلطكم، ايش بين المعادله؟ يفرها، انا ارتبها صح؟ لان بالناقص دائما نخلي اكس بالبدايه ويصرفهم صح؟ لان الجمع عمليه ايش بيها؟ الداليه، بس انا على المتعلمه صح ولا لا؟ افرهم؟ احسن. يلا بنات، القطع الناقص حاليا على هو على اكس وعلى واي. عارفين ليش على واي؟ لان الكبير جوا واي، كبير جوا واي صح؟ حلوين. يلا بنات، جد الاي تربيع 52، البي تربيع نروح على المفتاح صح؟ سي تربيع يساوي اي تربيع. يلا بنات، 52 ناقص 16 نعمه. يلا كم طالبه جابوا؟ 36. اذا السي ايش قد بنات؟ اذا السي 6 صح؟ يلا يعني بصوت مرتب ردوا لي البورتان. صفر موجب سالب 6 لان بدنا نشتغل على محور واي. يلا عين. اذا البوره صفر موجب سالب. انطيها لمن؟ كل زين بنات. اذا البؤره هنا صفر موجب سالب 6. يلا بنات، شو حصل من البؤره بالقطع الزائد؟ سي وموقع مو؟ سي وموقع. السي 6، السي تربيع 36 على اكس لو على واي. حلو. انا مرتب ومن البدايه ما دام على واي هاي المعادله مالتي قدام عيني صح ولا لا؟ الفوق تفيدني لا ما تفيدني، امسحها. بنات حلوين؟ حلو. يلا عيني، ويمس وشنو؟ يلا شو حصل من يمس بالزائد؟ قبل اي مو؟ هاي انتهت. واضح لو لا؟ يلا عين. القطع المكافئ اكس تربيع يساوي 16 واي، رتبته مو؟ على محور على واي، على محور واي الموجب لو سالب؟ الموجب. يلا بنات ردوا لي المعادله القياسيه مال واي الموجب. ابطال، 4 بي شي يساوي؟ بي ايش قد؟ بي يساوي 4. زين بنات ردوا لي الدليل. عافيه تقولي لي واي يساوي سالب، لان اشاره الدليل
عكس المعادله، عافيه، وعكس البورة. عافيه بنات. اذا واي يساوي -4. حلوين. هاي -4 ايش راح يصير بالزائد؟ عافيه راح تصير اي، لان سبقتها كلمه يمس. هسه نقول ان شاء الله الله يوفقكم تجيبون السؤال، صح ولا لا؟ هيك نوعيه ترى سهله. يا اخوان كلها اسئله صعبه. لا لازم اكو فروع بيها. يعني بنات باعوا دائما بالوزاري اكو شغله انتبهت لها حتى باصعب الاسئله. لازم يطلع اقل شيء 60 درجه من السهلات، تدرون ولا لا؟ 60 درجه بيهن. ذني واضحات جدا، يقول لك الطالب دور نجاح، تفضل عم هذا النجاح. مو اعطيك انا 60 ذني نصا من الكتاب. زين؟ يعني حتى تغيير ارقام ما بيهن. باقي الاسئله افكار وزاريه متكرره، صح ولا لا؟ ممكن يخلي لي فرع او فرعين ثريات، هلا بيهن. يلا بنات، اي يساوي 4 اي تربيع ايش قد؟ 16. وين اروح هسه؟ اروح على المفتاح او تسموه حلال المشاكل، ما ادري شو يسموه. المهم مفتاح الزائد زائد، مو؟ لانه هو اكبر حرف السي. سي تربيع يساوي اي تربيع كل الزين. ايش قد السي تربيع بنات؟ اي تربيع. بي تربيع ما عندي، صح؟ بي تربيع يساوي، وجه عوض بالمعادله، راح يصير واي تربيع على 16 اكس تربيع يساوي معادله القطع الزائد.